السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة دروس رياضيات أونلاين مع مستر محمد صلاح. قناة مستر محمد صلاح تتمنى لكم التوفيق يا رب. إن شاء الله عملنا إعجاب للفيديو، ما تنساش تعملنا اشتراك للقناة عشان تشجعنا وينزل لك المزيد. هنبدأ شرح درس الكسور للصف الثالث الابتدائي ترم تاني 2023. عندنا الكسور. يعني ايه كسر يا جماعة؟ الكسر ده تقسيم الشيء الى اجزاء متساوية. تقسيم الشيء الى اجزاء متساوية يعني ايه؟ يعني ايه تقسم الشيء الى اجزاء متساوية؟ يعني مثلا لو انا عندي دايرة بالشكل ده، عشان اقسمها بالتساوي لازم يبقى الجزء اللي على اليمين ده اهو يساوي الجزء اللي على الشمال ده اهو. تمام؟ يعني مثلا معايا جنيه، عشان اساوي ما بين ولادي ادي كل واحد نص جنيه. لو انا اديت واحد ربع جنيه والتاني 75، يبقى انا كده ظلمت واحد على حساب واحد. يبقى دي اجزاء غير متساوية. بيقولك عندنا هنا بقى، بيقولك ايه في الكسور؟ الاجزاء المتساوية والاجزاء الغير متساوية. يعني هنا بيقولك تعلم، هنا قسم المستطيل الى 3 اجزاء متساوية. يعني 3 اجزاء متساوية ازاي يعني؟ يعني هنا الجزء 3 مربعات، 3 قطع، هنا واحد وهنا واحد، جزء اهو وجزء وجزء، 3 اجزاء متساوية. ازاي؟ تعالى نرسمها مع بعض ونشرحها واحدة واحدة. درس سهل وبسيط ودرس مهم جدا عشان هيبني معاك حاجات كتير قوي في درس الكسور. عايز اقسم المستطيل دي ل3 اجزاء متساوية، يبقى لازم الجزء الاول ده اهو يساوي الجزء التاني ده اهو. يعني ده واحد واحد واحد. ويمكن هنا ميكونش واضح بس في الرسمة، بس هنا يبقى ايه الكسور؟ يعني 3 اجزاء متساوية. المستطيل ده ل3 اجزاء متساوية قسمته، لذلك بنقول عليه كسر. هنا مثلا لما تيجي تبص للشكل ده، ده قسم المستطيل الى 3 اجزاء غير متساوية. ده مش قد ده، مش قد ده، في جزء اهو كبير عن الاتنين اللي قبله، يبقى ده اسمه اجزاء غير متساوية. هنا بيقول لك اهو نشاط واحد، لون الشكل المقسم الى اجزاء متساوية كما بالمثال. هنيجي نبص على الشكل ده، ده اجزاء غير متساوية. طب معايا؟ دي اجزاء غير متساوية ليه؟ هتيجي تبص للجزء التحتاني ده مش قد اللي فوق، والجزء التحتاني ده مش قد اللي فوق. تمام؟ يبقى ده اجزاء غير متساوية. لما تيجي تبص للشكل التاني اللي هو مظلله اهو، دي اجزاء متساوية. ده قد ده قد ده قد ده. تمام يا طلاب؟ تمام. تعال نبص للشكل ده، هنلون ده ممتاز. لما نيجي نلون هنلون ده. تمام، بقى دي صح. ليه؟ هنا ده اجزاء غير متساوية، ده اجزاء غير متساوية. تعالى اللي بعده، هنلون الشكل التاني ده. دي 3 اجزاء متساوية، 3 اجزاء ايه؟ متساوية. تمام، ممتاز. ده 3 اجزاء متساوية اهو، دي 3 اجزاء متساوية. هنا بقى بقول لك بص للشكل ده، ده ولا ده؟ لا، هلون ده. تمام. ليه؟ هنا لما تيجي تبص ده، هل الشكل اللي فوق ده، الجزء اللي فوق ده قد الجزء اللي تحت؟ لا، يبقى دي غلط. تمام. هنا بقى قسم انهي شكل اللي هظلله ده. تمام، ده 4 اجزاء متساوية، 4 اجزاء متساوية، 4 اجزاء متساوية. تمام. لا، مش هظلل دي طبعا.
طب الشاطر هيقول هظلل ده ولا هظلل ده؟ ده ممتاز. ليه؟ لان الجزء ده قد الجزء ده. هنا لما تيجي تبص هنا الجزء اللي فوق مش زي الجزء اللي تحت، الجزء اللي فوق ده مش زي الجزء اللي تحت، عشان كده مش هظلله. تمام. يلا بيقول لك اهو برضه حوط الاشكال المقسمة الى اجزاء متساوية. انهي شكل ده اقدر احوته؟ تمام، ده يبقى صح لان الجزء ده قد الجزء ده. الشكل التاني ده هحوته؟ لا. تمام. تمام دي صح، لان بص كل مربع من دول يا جماعة، كل مربع من دول قد اللي تحته. تمام. وهنا بسميه اسداس، لان لما تيجي تعد هنا 1 2 3 4 5 6 ده اسداس، 6 اسداس. كل جزء بيمثل سدس، كل جزء بيمثل ايه؟ سدس. لسه هنشرحها تاني دلوقتي. يبقى الشكل ده الونه لانه بيحتوي على اجزاء متساوية. تمام. 1 2 3 4. ودي برضو كل جزء متساوي. طب ده ممتاز، مش هظلله. ليه؟ لان اول جزء مش قد تاني جزء مش قد تالت جزء. تمام. ممتاز. يعني تعالى بقى نحل المثال ده كده. بقول لك تشارك محمد وابراهيم بالتساوي في قالب من الشوكولاتة، اي من الصورتين يوضح طريقة تقسيم قالب الشوكولاتة؟ الشاطر اللي هيقول لي اختار الصورة دي ولا الصورة دي. عايزين نقسم بعدل الله، يبقى الصورة دي صح. تمام. ليه بقى مش هنمثل الصورة دي؟ لان شوفي الجزء ده قد الجزء ده، يعني مثلا هد محمد الجزء ده وهد ابراهيم الجزء ده، يبقى كده انا عدلت ما بينهم؟ لا غلط. اما لما ادي ده الجزء ده والجزء ده، يبقى كده انا مساويت ما بينهم وعدلت ما بينهم. تمام. هنا بيقول لك ايه؟ اراد 3 اشخاص المشاركة في فطيرة بيتزا بالتساوي، اي من الصورتين يوضح طريقة تقسيم فطيرة البيتزا؟ هل الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده؟ لا غلط. هنا بقى ال3 اجزاء اثلاث. تمام. الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده، يبقى انا كده سويت ما بينهم. تمام. يبقى دي الصورة الصحيحة. تمام. بيقول لك ايه بقى؟ اذا تقاسم 4 اشخاص قطعة من البسكويت بالتساوي، اي من الصورتين يوضح طريقة تقسيم قطعة البسكويت؟ الشاطر اللي هيقول لي هل ده زي دي زي دي زي دي؟ انا عايز اسيبهم ما بين ال4. يبقى دي الصورة الصحيحة. تمام. لان الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده قد الجزء ده. تمام. طب بيقول لك ايه؟ اراد 6 اشخاص تقسيم كعكة بالتساوي بينهم، كيكة يعني، اي من الصورتين يوضح طريقة تقسيم الكعكة؟ الشاطر اللي هيقول لي عايزين 6 اجزاء متساوية، يبقى دي الصورة الصحيحة. ودي بسميها اسداس، لان الجزء ده بسميه سوتس 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 سوتس، اما اجمعهم هيديني واحد صحيح. تمام. تمام. يلا هناخد بقى هنا ايه يا جماعة؟ عندي الكسور برضو. تعلم. هنا بيقول لك قسم البيتزا الى جزئين متساويين، بسميها انصاف. بسميها ايه؟ انصاف. يعني الجزء اللي على اليمين ده اهو يساوي الجزء اللي على اليمين الشمال ده اهو، يبقى هنا بسميه قسمت انا يا قطعة البيتزا الى جزئين، بسميها انصاف. طب لما انا قسمت البيتزا الى 3 اجزاء متساوية، يبقى الجزء ده اهو
قد الجزء ده اهو، قد الجزء ده اهو. يبقى هنا بسميها أثلاث. أثلاث يعني تلت زائد تلت زائد تلت، والناتج لازم يديني واحد صحيح. تمام. أرباع، يبقى أنا قسمت قطعة البيتزا اللي معايا إلى 4 أجزاء متساوية. تمام. تمام. أخماس، يبقى أنا قسمت قطعة البيتزا إلى 5 أجزاء متساوية. قسمت قطعة البيتزا لإيه؟ ل5 أجزاء متساوية. تمام. أدي 1، أدي 2، أدي 3، أدي 4، أدي 5. تمام. يبقى أنا قسمت البيتزا إلى 5 أجزاء متساوية، يعني قسمت الدايرة اللي عندي إلى 5 أجزاء متساوية. أسداس، يبقى أنا قسمت البيتزا إلى 6 أجزاء متساوية، يعني الجزء ده اهو لازم يساوي الجزء ده اهو، 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 لازم يساوي الجزء ده اهو. لذلك بقول عليها أسداس، كل جزء بيمثل لي سدس. سدس. تمام. تمام. اما اسباع، يبقى انا قسمت البيتزا الى 7 اجزاء متساوية، يبقى الجزء ده بقول عليه سبع. 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 تمام. لو اسمان، يبقى انا قسمت البيتزا الى 8 اجزاء متساوية اهو. اسمان قسمت البيتزا الى 8 اجزاء متساوية. طب اتساع، يبقى انا قسمت البيتزا الى 9 اجزاء متساوية. تمام. يبقى انا 9 قطع، 9 قطع قد بعض. ما ينفعش اقسم 8 اجزاء يبقوا قد بعض والجزء الاخير مش زيهم، يبقى لازم انا اقسم البيتزا الى 9 اجزاء متساوية. تمام. انا بقول لك مثال، بقول لك نشاط، اختر ما يعبر عن عدد الأجزاء المتساوية في كل من الأشكال التالية كما بالمثال. هنا في الشكل الأول ده قال لي أنصاف، لأن الجزء الأول قد الجزء التاني. تمام. هل الشكل التاني دي أسداس ولا أرباع؟ أرباع. ممتاز. قسم المثلث اللي عندي إلى 4 أجزاء متساوية، جزء قد ده قد ده قد ده، أرباع. تمام. ده اخماس ولا اسداس؟ وعشان تتأكد اللي هو دي ارباع، عد القطع اللي عندي، لازم يطلعوا 4 قطع. هنا انصاف، يبقى لازم يطلع عندي قطعتين. هنا لو اخماس او اسداس، اعد القطع اللي عندي، ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5. يبقى انا كده اخماس ولا اسداس؟ اخماس يا شطار. ممتاز. ده 4 ولا أثلاث؟ دي 1، 2، 3 أثلاث. تمام. ممتاز. ده 4 ولا أتمان؟ يلا الشاطر اللي هيقول لي عد معايا، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. ممتاز. أتمان. مش هتاخد منك دقيقة. ما تنساش تصلي على حبيبك النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وما تنساش تعمل لنا اشتراك للقناة وتعمل اعجاب للفيديو وتفعل زر الجرس عشان نفيد جميع ابنائنا ونتمنى لهم التوفيق يا رب. هنا ده اثلاث ولا انصاف؟ انصاف. تمام. لان الجزء اللي على اليمين ده بيساوي الجزء اللي على الشمال ده. تمام. ده بقى اسداس ولا اتساع؟ انا بعرف منين اللي هم اسداس؟ لازم يطلع القطعة اللي عندي 6 اجزاء متساوية. طب واتساع لازم يطلعوا 9 اجزاء متساوية. عد يلا، 1، 2، 3، 4، 5، 6. يبقى اسداس. ممتاز. دي اخماس ولا اثلاث؟ الشاطر اللي هيقول اثلاث، لان 3 قطع متساوية. تمام. يا رب يكون الجميع فاهم، يا رب. درس سهل جدا وبسيط يا جماعة. واللي عنده، عاملين جروب تليجرام بنشرح وننزل عليه اسئلة ان شاء الله، هسيبه لكم في الديسكريبشن وتحت الفيديو. وانضم لجروبنا على الفيسبوك، واعمل لنا متابعة على صفحتنا على الفيسبوك عشان يوصل لك كل جديد. ونتمنى التوفيق يا رب للجميع يا رب.
نحل دي بقى في الواجب، ماشي. وابعتولنا في الكومنتات او ابعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك، واستنوا كل ما هو جديد مع مستر محمد صلاح. قناة مستر محمد صلاح تتمنى لكم التوفيق، مش هتستنى، مش هتحتاج ان انت تاخد درس خصوصي في الرياضيات. ان شاء الله بنجمع اجزاء مهمة وبنكون كورس جميل جدا اسمه كورس تأسيس الرياضيات من الصفر حتى الاحتراف. ما تنساش تعمل لنا اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس، واشوفكم في درس جديد من دروس رياضيات تالتة ابتدائي ترم التاني. هنكمل بقية درس الكسور، لسه في كام جزء عليه كده هنكملهم، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. اشوفكم في فيديو جديد، ونسألكم الدعاء ودعوة حلوة كده. ما تنسوش تعملنا اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي دروس تالتة ابتدائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.